اول فيديو من سلسله ليه الكود بتاعك دايما بيقع على البرودكشن. النهارده هنطلع بتشيك ليست مهمه جدا انت لازم تعملها على الديف انفايرمنت بحيث ان انت تقلل الاخطاء على البرودكشن انفايرمنت. في اخر الفيديو هنطلع بالتشيك ليست دي وهنشوف لكل حاجه او لكل مشكله حل معين. اول حاجه لازم تكون عارفها ان المشاكل اللي بتكون موجوده على الديفلوبمنت انفايرمنت دي مشاكل بتكون مخفيه، انت عاده مش بتشوفها. المشاكل دي بتشوفها اول ما بتطلع بالكود بتاعك على البرودكشن انفايرمنت، بتلاقي فجاه الدنيا ضربت معاك. طب انت محتاج ان انت لازم تطلع بالكود دايركت على البرودكشن عشان تقابل المشاكل دي؟ لا، ففي شويه مشاكل احنا بنقابلها دايما على الديف انفايرمنت هتساعدك ان انت تتفادى المواقف ان انت تقع على البرودكشن او يحصل مشاكل معاك على البرودكشن. اول مشكله هتقابلك هي حجم الداتا. انت على الديف انفايرمنت انت بتحاول تعمل تيست على داتا هي داتا كلين، الداتا مظبوطه بشكل كويس وكل حاجه بتبقى ويل بريبيرد بحيث ان انت تقدر تتست بشكل كويس. طب على البرودكشن ايه اللي بيحصل؟ الداتا مش بتكون كلين، يعني مثلا ممكن تلاقي تاريخ مكتوب بدل العربي بالانجلش وانت مستنيه اصلا بالعربي. طب في كيس زي كده انت بتعمل ايه؟ لازم تظبط الداتا وتعمل لها داتا كلين. تمام. ممكن الداتا نفسها تبقى الورك لود بتاعها عالي جدا، يعني مثلا في الديف انفايرمنت عاده احنا بنتست على 10 ريكورد ل 100 ريكورد ل 1000 ريكورد وهكذا. طيب في البرودكشن انت بتلاقي حاجات غير متوقعه، زي مثلا ممكن تلاقي مليونز اوف ريكوردز. طب هل الكود بتاعك هو بيسبورت المليونز اوف ريكوردز دي؟ طيب ناخد مثال سريع على حجم الداتا. لو انت مثلا في الديف انفايرمنت بتعمل سيلكت كويري على كل اليوزرز اللي موجوده عندك، فانت بتسلكت حوالي 10 يوزرز، لكن على البرودكشن بتتفاجئ لنفس الكود اللي موجود على الديف هو بيسحب كل الداتا بتاعت اليوزرز على البرودكشن، فبالتالي بيعمل لك مشاكل في البرودكشن زي ميموري سبايك، بياخد ميموري كبيره جدا في الابلكيشن بتاعتك، فبالتالي بيعلي حجم الميموري، فبالتالي ممكن يوقع لك الابلكيشن. طب ايه حل الحاجات دي او حل المشكله دي؟ ممكن تعمل ايه؟ ان انت تجيب الداتا اللي انت محتاجها، بس حاجه زي الباجينيشن، ممكن تعمل حاجه زي الكاشنج، ممكن تعمل الكويري اوبتمايزيشن. يعني مثلا لو انت بتسلكت سبيسيفيك فيلدز انت ممكن تستخدم كلاسترد اندكس وهكذا. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها على الديف قبل ما تطلع على البرودكشن وهي الترابط او التكامل مع الانظمه الخارجيه، زي مثلا لما بتيجي تعمل كود يربط مع انستا باي او اكسترنال اند بوينت. في الديف انفايرمنت انت بتشتغل على موك سيرفيس، دايما بتبقى عارف الريسبونس جاي لك امتى، الريسبونس شكله عامل ازاي، وقت الليتنسي بيبقى عامل ازاي، كل المواقف بتبقى واخد بالك منها على الديف. اول ما تطلع على البرودكشن بتتفاجئ ان احيانا انستا باي او البنك المركزي ما بيردش عليك في نفس الوقت. دي مشكله كبيره جدا، ممكن تعطل الريكوست اللي بعدك فالريكوست اللي بعدك وهكذا لحد ما تدمر السيستم وتعطل كل النظام بتاعك للاسف. حل المشكله دي ببساطه ان انت تختبر او تعمل بيئه ما قبل بيئه الانتاج، يعني تعمل بيئه ستيجنج مثلا وتربط على نفس الاند بوينت اللي موجوده على البرودكشن، تعمل عليها سبايك تيست، تعمل عليها لود تيست، تعمل عليها كل انواع التستنج اللي انت محتاجها وترن اليونت تيست بتاعتك بحيث ان انت تتاكد ان كل الكيسز انت عامل لها كفر في الديف انفايرمنت قبل ما تطلع للبرودكشن. المشكله الثالثه اللي انت لازم تاخد بالك منها على الديف قبل ما تطلع على البرودكشن وهي الكونكرنسي. بمعنى انت لو عندك في الديف انفايرمنت بيبقى عندك يوزر واحد، اليوزر واحد ده بيعمل لوجين، بيعمل بروسيسنج، بيعمل كل انواع العمليات اللي موجوده، لكن في البرودكشن انت ممكن تلاقي 5 يوزر في نفس الوقت بيعملوا نفس العمليه. فلو انت مش ثريد سيف او بتبقى واخد بالك من البروسيسنج اللي بيحصل، زي مثلا فايل في 2 بيعملوا له اكسس او بيعملوا له اديت في نفس الوقت فيحصل كوربشن ما بين الاثنين، مين فيهم هيكتب قبل مين؟ دي بيبقى حلها الثريد سيف. لازم تعمل الكود بتاعك يكون ثريدنج، واخد ثريدنج او ان مفيش اي ثريد تاخده الا ثريد واحده بس او يوزر واحد بس. وحاجه مهمه برضو انت لازم تافويد الشير فاريبلز، ان انت ما تستخدمش فاريبل واحد في لكل اليوزرز اللي داخلين او لكل البروسيسنج او الثريدز اللي داخله. دي برضو نوع من انواع ان انت تتفادى المشاكل على البرودكشن. وممكن برضو تستخدم الاسينك ان انت تخلي اكتر من ثريد يشتغلوا في نفس الوقت على الاي بي اي بتاعتك بحيث ان هي ما تقفش
في اي وقت او ما توقفش اليو اي كله. رابع مشكله ودي بالنسبه لي من اهم المشاكل وهي الكونفيجريشن. كلنا تقريبا بنقع فيها، اولكم انا. اول حاجه ان اللوكال فاريبلز بتاعتك بتبقى دايما موجوده على الديف انفايرمنت. احيانا ممكن ما تعملهاش بشكل فاريبل بحيث ان هي لما تطلع على البرودكشن بتغير الفاليو كده بشكل ستاتيك. ده الكلام ده كله غلط. انت بتعمل لوكال فاريبلز منفصله تماما، فايل منفصل تماما لكل الكونفيجريشن بتاعتك، بحيث ان انت الفاريبلز دي انت تقدر تغيرها في اكتر انفايرمنت، بيبقى على حسب الانفايرمنت. يعني مثلا انت في الديف انفايرمنت دلوقتي شغال بفاريبلز معينه لوكال هوست، انت ممكن لما تطلع يو اي تي او staging تغيرها، ولو انت طلعت على البرودكشن هتغيرها من الكونفيجريشن دي مره واحده بس، وعلى حسب بعد كده التعديلات. وبرضه بتعمل فايل سكيور للكونفيجريشن دي، بيبقى فيه كل الباسوردز او كل الكيز اللي انت بتحتاج ان انت تعمل لها انكريبشن، بيبقوا في فايل واحد، وبرضه بيبقوا على حسب الانفايرمنت. الفيديو الجاي هنتكلم عن بارت 2 وهو مشاكل النتورك على البرودكشن. استنوني.